أهلا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبدأ الفيديو سمي الله وصلى على النبي. في فيديو النهارده يا شباب هنشرح مبدأ جديد عندنا في الأو بي، وهو مبدأ البوليمورفيزم. فطبعا يا شباب الكلمة ديت لو جينا ترجمناها هتلاقي معناها متعدد الأشكال. فأنا عايزك تعرف إن احنا هنستخدم مبدأ البوليمورفيزم علشان هنعيد استخدام مثلا يا إما كلاس يا إما ميثود أكتر من مرة، ولكن بطريقة مختلفة من شكل للتاني. يعني مثلا كان عندنا هنا ميثود، الميثود ديت اسمها eat، رجعنا استخدمناها تاني ولكن بطريقة مختلفة عن طريق احنا عملنا print dog is eating. انما في الاول استخدمناها وكتبنا جواها كود animal is eating. فده شكل من اشكال البوليمورفيزم، ان احنا بنعيد استخدام يا اما كلاس يا اما ميثود اكتر من مرة، ولكن بطريقة مختلفة من مرة للتانية. طيب حلو، ايه بقى انواع البوليمورفيزم اللي احنا هنستخدمها عندنا ككود؟ فاحنا هنا يا شباب عندنا نوعين من البوليمورفيزم. أول نوع عندنا compile time polymorphism، وده بيعتمد على الأوفرلودنج. وعندنا نوع تاني اسمه run time polymorphism، وده بيعتمد على overriding. فطبعا هنتكلم على كل واحدة دلوقتي بالتفصيل وهنفهم الفكرة من كل واحدة. فتعالى نتكلم على أول حاجة وهو compile time polymorphism. فأنا هنا لما أتكلم عليهم هنتكلم عليهم من حيث الوقت اللي بيتم تنفيذهم. فاحنا عندنا compile time polymorphism بيتم تنفيذه أثناء ما أنت بتكتب الكود. قلت لكم النوع ده بيعتمد على إيه؟ بيعتمد على overloading. فتعالى بقى مثلا نطبق الcompile time polymorphism. فالفكرة يا شباب إن أنا قلت لكم إن إحنا هنستخدم البوليمورفيزم علشان نعيد استخدام ميثود أكتر من مرة أو كلاس. فتعالى بقى نعيد استخدام الميثود ديت ونطبق من خلالها الكومبايل تايم. فأنا هنا يا شباب خدت الميثود اللي اسمها ايت وعدت استخدامها مرة تانية، ولكن لما أعيد استخدامها هكتب كود مختلف فيها. فتعالى مثلا نكتب كلمة انيمال فقط. فأنا كده يا شباب طبقت الكومبايل تايم بوليمورفيزم. فالفكرة من الكومبايل تايم بوليمورفيزم يا شباب إن أنت بتعيد استخدام الميثود ديت في نفس المكان، ولكن لما تيجي تستخدمها هتستخدمها بطريقة مختلفة. فطبعا زي ما انتم شايفين احنا عندنا هنا ايرور. ليه عندنا ايرور؟ لان دارت مش بتشتغل بمبدأ الكومبايل تايم بوليمورفيزم، لان دارت بتعتمد على التمييز مثلا ما بين الكلاس الميثود الاوبجكت وهكذا، يعني من حيث الاسم فقط. انها مثلا كلغة السي شارب او الجافا بتعتمد على الاسم بتاع الميثود وكمان البارامترز اللي جوه الميثود ديت. فتعال نطبق مثال عشان تفهموا الفكرة. فانا هنا يا شباب عملت اتنين ميثود، الاتنين اسمهم واحد واسمهم sum. فأول ميثود كانت مثلا بتجمع رقمين من نوع int. هنا كتبت في البارامترز عندي متغيرين من نوع int. والميثود التانية بتجمع رقمين من نوع دبل، فكتبت البارامترز بتاعي من نوع دبل. فشباب اللغات التانية زي مثلا جافا وسي شارب بتعتمد على التمييز ما بين الميثود من خلال الاسم بتاعها وكمان البارامترز اللي جواها. فانت لو كتبت الكود دوت جوه السي شارب او الجافا هيشتغل معاك عادي ومش هيديك ايرور. ليه مش هيديك ايرور؟ لأن البارامترز دول مختلفين عن بعض. أول بارامترز كان من نوع int والبارامترز التانية من نوع دبل. ففي جافا وسي شارب هيعرفوا إن الاتنين ميثود ديت مختلفين عن بعض. إنما إحنا عندنا في دارت الكلام ده مختلف، لأن دارت بتميز ما بين الميثود من خلال الاسم بتاعها فقط. فأنت ما ينفعش تكتب اتنين ميثود بنفس الاسم لأن دوت مش هينفع عندنا. فأنا اللي عايزك تعرفه إن دارت مش بتشتغل بمبدأ الكومبايل تايم بوليمورفيزم. فاحنا دلوقتي عرفنا ان الكومبايل تايم بوليمورفيزم دوت بيعتمد على مبدأ الاوفرلودنج. طب ايه مبدأ الاوفرلودنج دوت؟ مبدأ الاوفرلودنج ان انت بتعيد الاستخدام الميثود ديت اكتر من مره في نفس المكان. وطبعا قلنا ان دوت ما ينفعش عندنا في دارت لان دارت بتعتمد على اسماء في التمييز. وعرفنا كمان ان كومبايل تايم بوليمورفيزم بيشتغل اثناء ما انت بتكتب الكود. تعالى بقى نتكلم عن النوع التاني عندنا وهو الران تايم بوليمورفيزم. فالنوع ده يا شباب بيشتغل اثناء ما خلاص انت بتعمل رن للكود. يعني مثلا لما اجي اعمل رن كده والكود اشتغل معانا، فدلوقتي مبدأ الران تايم بوليمورفيزم اتطبق عندي. ليه اتطبق عندي؟ لان انا خلاص عملت رن للكود. فانت لما بتعمل رن حتى من الاسم بتاعه مكتوب ران تايم. فانت لما بتعمل رن بقى للكود بتاعك مبدأ الران تايم بوليمورفيزم بيشتغل معانا. طيب النوع ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على مبدأ الاوفر رايدنج. واحنا طبعا كنا اتكلمنا على الاوفر رايد في الفيديو اللي فات. اتكلمنا عليه في ايه؟ اتكلمنا عليه من حيث ان انا كنت عايز ان انا استخدم نفس الميثود اللي اسمها ايت مثلا، ولكن لما اجي استخدمها هستخدمها بطريقه مختلفه. فانت عشان تطبق مبدأ الاوفر رايدنج بتعمل مثلا كلاس وتحط في الكلاس بتاعك دوت الميثود اللي اسمها ايت. بعد كده بتيجي تعمل اكستند للكلاس الاب وبتعيد استخدام الميثود اللي جواه، ولكن بشرط ان انت بتكتب فوق كلمة override عشان تعرف الكومبايلر ان الميثود ديت معاد استخدامها، ولكن احنا لما نعيد استخدامها هنعيد استخدامها بطريقة مختلفة.
فأنا عندي أول ميثود كنت عملت animal is eating، والميثود التانية عملت إيه؟ dog is eating. فحلو أوي يا شباب، فاحنا دلوقتي عرفنا إن إحنا عندنا نوعين من البوليمورفيزم. أول نوع عندنا compile time، وعرفنا دوت بيشتغل أثناء ما أنت بتكتب الكود، وده بيعتمد على مبدأ إيه؟ مبدأ الأوفرلودنج. مبدأ الأوفرلودنج دوت بيشتغل لما أنت بتكتب اتنين ميثود في نفس المكان. وعرفنا دوت مش شغال معانا في دارت، لأن دارت بتميز فقط من خلال الأسماء. واتكلمنا عن النوع التاني اللي هو ران تايم بوليمورفيزم، وده بيشتغل أثناء ما أنت بتعمل رن للكود، وده بيعتمد على إيه؟ بيعتمد على الأوفر رايدنج. طب الاوفر رايدنج شغال ازاي؟ شغال انت بتعمل ميثود في كلاس معين مثلا، وبتيجي تعمل اكستند للكلاس ده. فلما انت بتيجي تعمل اكستند للكلاس الاب، وحبيت ان انت تستخدم الميثود اللي موجوده جواه، بتكتب فوق ايه؟ بتكتب فوق كلمه اوفر رايد. طيب حلو، انا ممكن استخدم بقى مبدأ البوليمورفيزم في ايه تاني عندي في الكود، غير مثلا انا عايز استخدام الميثود او الكلاس اكتر من مره. فاحنا مثلا يا شباب لو انا حبيت اخزن الدوج عندي في ليست والكات عندي في ليست، بدل مثلا ما انا بعمل ليست اوف دوج مثلا، اكتب هنا ليست دوج بيساوي مثلا الاوبجكت بتاعي اللي اسمه دوج ده. وتعالى مثلا كمان نعمل ليست اوف كات ونخزن جوه الكات بتاعتنا. فانا هنا يا شباب لو انا مثلا حبيت اخزن في الليست بتاعت الدوج ده الاوبجكت بتاع الكات، فهل ده هينفع معايا؟ تعال نجرب ونشوف. فانا بعد ما اكتب كلمة دوج هكتب الاوبجكت بتاع اللي اسمه كات. فزي ما انتم شايفين مديني ايرور. ليه مديني ايرور؟ لان الاوبجكت بتاع الكات كان من نوع كلاس اسمه كات، اللي هو الكلاس اللي انا عملته. فطبعا الكلاس اللي اسمه كات مختلف عن الكلاس اللي اسمه دوج. فانت ما ينفعش تخزن اوبجكت من نوع كات في ليست من نوع دوج، وهكذا برضه في الكات ما ينفعش تخزن اوبجكت من نوع دوج في ليست من نوع كات. فممكن واحد يجي يسالني يقول لي هو انا ممكن اخزن ليست من كلاس انا كنت عملته؟ اه ممكن نعمل كده. هو مش احنا كنا مثلا بنعمل ليست اوف سترينج؟ يعني تعالى مثلا نعمل كده ليست اوف سترينج، وتعالى نروح على السترينج ده نعمل كنترول واضغط عليه بالسهم، هيوديك على السترنج الخاص بينا. فزي ما انتم شايفين يا شباب ان السترنج اصلا عباره عن كلاس، فاحنا بنخزن في الليست بتاعتنا الداتا تايب اللي احنا عايزينها. فاحنا ممكن نخزن داتا تايب من نوع السترنج او داتا تايب من نوع الكلاس اللي كنا عملناه، لان اصلا السترنج ده عباره عن كلاس. طيب ما احنا برضه طبقنا المبدأ دوت ان احنا كنا عملنا كلاس اسمه دوج زي ما انتم شايفين كده. فانا ممكن بقى من خلال الليست اخزن بيانات من نوع دوج اللي هو الكلاس اللي أنا كنت عملته. طيب حلو يا شباب، طب انا ازاي بقى احل الايرور اللي عندي هنا ان انا عايز اخزن اوبجكت من نوع كات واوبجكت من نوع دوج؟ اقول لك تعالى نعمل list of animal. هو مش انا عندي كان الدوج بيكستند الانيمال والكات كانوا بيكستند الانيمال، فالدوج والكات دلوقتي يا شباب من نوع ايه؟ من نوع انيمال. طيب بدل بقى ما أنا اكتب كلمة دوج وكات، ما اكتب بقى كلمة انيمال. بدل نشيل كلمة دوج ديت ونكتب فيها انيمال. فزي ما انتم شايفين اول لما انا عملت كده الايرور عندي راح. ليه الايرور عندي راح؟ لان الكات بيكستند ايه يا شباب؟ الكات بيكستند الانيمال، وهكذا برضو الدوج بيكستند الانيمال. فانا ممكن اخزن الاثنين دول في ليست من نوع انيمال. فاحنا برضو طبقنا مبدأ البوليمورفيزم من خلال ايه؟ من خلال الليست بتاعتي ان أنا خليتها انيمال. فبس انا شايف دي كانت فكره من فيديو النهارده. الفكره منه ان انا كنت عايزك تعرف ان البوليمورفيزم دوت بنستخدمه علشان نعيد استخدام ميثود او كلاس اكتر من مره ولكن بطريقه مختلفه. وطبعا شرحنا الكلام ده. هيبقى بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى أكون استفدت منه. مع السلامة.